والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى الدين. وبعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ المحاضرة بملاحظات كثيرة. أولها أن الصفير ليس عادة إسلامية، فأتمنى أن تتحاشوا الصفير. هذه عادة غربية لا علاقة لنا بها. لعل يحيي يقول الله أشرف وأعظم على 1000 مرة. ثانيا، أنا كنت مسافر لفترة طويلة وأريد أن أهنئكم جميعا بالثورة المصرية المباركة التي أكرمنا الله تعالى بها بعد جيش قارئ. وكما كنت أقول للإخوة الأساتذة الآن أن النظام البائد كان قد ثبت قواعده في البلد بطريقة شيطانية يصعب خداعها، فكونه يختلع بهذه السهولة والله أنها آية من آيات الله. وأنا سمعت من كثير من المسؤولين عرب وغربيين مدى تقديرهم بهذه الثورة النبيلة التي ضربت بشعوب الأرض جميعها مثلا أعلى في كيف تقوم الثورة. فهنيئا لكم بهذا التغير، وأرجو أن تتذكروا دائما أن الحرية ثمنها غالي، وأن الذي يريد أن يحيا حرا لابد أن يقدم الثمن بذلك. والثمن كان عددا كبيرا من الشهداء الذين نسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالشهادة وأن يتقبل منهم ما بذلوه، وأن يجبر الذين أصيبوا وأضيروا ممن جرحوا وممن أضيرت تجارتهم في هذه الفترة. وأؤكد على أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من تضافر الجهود واستعجل لإعادة هذا البلد العظيم من جديد. فمصر عاشت تحت زمير قانون الطوارئ 60 سنة، من يوليو 52 إلى 25 يناير 2012، 60 سنة من الاستعباد والذل والقهر الذي عاشوا هذا البلد. ولذلك أعجبت إعجابا شديدا بموقف القيادة العسكرية الذين أعلنوا بصراحة أنهم لا مطمع لهم في الحكم. وأكرر أن الذي أفسد ثورة يوليو 52 بالتسامي الشديد الذي تم بين رجل عاقل خصيب كاللواء محمد نجيب عليه رحمه الله، والذي نادى منذ اللحظة الأولى بالانقلاب العسكري وكان هو رائده وسيده وقائده، نادى بضرورة تسليم البلد إلى حكومة مدنية وعودة الجيش إلى سكنها. والصراع الذي نشأ بينه وبين جمال عبد الناصر هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. فأسأل الله الكريم أن لا يعيد هذا التاريخ أبدا، وأن نتصور أن مصر ولدت من جديد، والفضل لله أولا وأخيرا ثم لشباب هذه الأمة الذين قدموا أرواحهم فداء لحرية مصر ولتخليص مصر من نير هذا الاستبداد وهذا الفساد الذي أوصلنا إلى أننا أصبحنا دولة يعني في بيت الأمم حقيقة، بعد أن كانت مصر هي زعيمة المملكة العربية ورائدة هذه المملكة. موضوعنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وقبل أن أبدأ الحديث عن هذا الموضوع أريد أن أؤكد لحضراتكم جميعا بأن كثيرا من الناس مسلمين وغير مسلمين لا يعرفون فضل القرآن الكريم. وفي عجالة أقول أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، محفوظا بحفظ الله في نفس اللغة الواحدة اللغة العربية، محفوظا كلمة كلمة وحرفا حرفا
تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العالية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من أساتذة الجامعة والطلاب أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد محفوظا بحفظ الله في نفس لغة الوحي هو من أعظم معجزات هذا الكتاب. فهو كلام الله في صفائه الربانية وإشراقاته النورانية، ما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان محايد إلى هذا الكتاب العزيز إلا يرى منها وجها من أوجه الإعجاز في كتاب الله. فلغته معجزة، بلاغته معجزة، فصاحته معجزة، ولكن دائما أقول أن اللغة إطار من المحتوى، والمحتوى أهم من الإطار. ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا وجدنا أن فيها ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعقله الذي قطعه على ذاته العالية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا بالنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. بالإشارة إلى ذلك نجد أن القرآن الكريم يحوي قضايا أخرى كثيرة، يحوي 1200 آية توحيد، إشارة إلى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب والحروب، كثير من وصف مراحل جميع الإنسان: النطفة، الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة والغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائها من آخر. كثير من النباتات والثمار: التين، الزيتون، الرمان. كثير من النباتات ومنتجاتها: الأنعام، النحل، النمل، العسل، اللبن. ويخشى الإنسان لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الإشارات إلى الكون ومكوناته ومظاهره في كتاب هو في الأصل كتاب بداية في أمر الدين، في أمر العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا تأملنا هذه الآيات لأدركنا أنها تمتلك لنا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الكشف العلمي له مناهج، والعقل البشري لا يتقبل كليات الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري محتاج دوما إلى النظر والتأمل والاستقراء، إلى التجربة والملاحظة والاستنتاج، لا يتقبل كليات الأشياء دفعة واحدة. لذلك إذا تأملنا هذه الآيات وجدنا أنها جاءت كلها في مقام الاجتهاد لله سبحانه وتعالى بالألوهية، بالربوبية، بالخالقية، بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وبالقدرة على البعث. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين: أين كنا عظاما ورفاتا، أين نبعثون خلقا جديدا. وتأتي هذه الآيات خطابا لأهل عصرنا، لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم 100 أيام إلى زمن كزمانه، يفتح تأثير على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، فيضطر الناس بالعلم ويطالب بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا. وأنا طبعا عشت في الأرض سنوات طويلة جدا وناقشت كثير من الغربيين وغير المسلمين، فقلت له آمن بالله والنفس الدليل، آمن بالملائكة أريد الدليل، آمن بالجنة بالنار بالحساب بالوحي أعلم دليل. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية التي أذهلت رجلا كمريض الصغير فيكتب في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم يقول: لقد أذهلني أن كتابا أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي في أمة كانت غالبية الصحة الأميين يحوي هذا الخط من الحقائق العلمية.
راح تقول يوم عن الناس بسرعة. قضية ممتعة للغاية. وأبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى. القرآن يتكلم عن أصل ملك الأرض، وهي قضية لم يتوصل إليها العلماء إلا الله. يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الدحو في اللغة ليس التكوين، ومن أغلب الناس تخيلوا أن الدحو يعني التكوين. لا، مدح النعامة في اللغة موضوع بيضها، والنعامة طائر كريم ولكي لا يكسر بيضها تسوي الأرض من تحتها وتزيد ما فيه من خطر حتى لا تكسر البيضة. الدحو في اللغة كلمة فصحى معناها المد والبسط والإبقاء، وهي تشير إلى فورة البركان بالإبقاء الفائقة. فالبركان حينما يكون يلقي بحممه فيكون مخروطا له، ثم كلما تطول يطول البركان يوسع من العمال المخروط. وقد ثبت علميا أن كل اليابسة التي نحيا عليها بدأها ربنا تبارك وتعالى من مخروط بركاني واحد كان يشكل أرض مكة المكرمة. فقال والأرض بعد ذلك دحاها، والآيات تتحدث عن مراحل خط الجو. تقول والأرض بعد ذلك دحاها. سئل ابن عباس على كلمة الله ما معنى دحاها؟ قال فصرها فجاء بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها. وانتهى العلماء آيات قرآنية كثيرة تتحدث عن إنزال الماء من السماء، وهذه الآية تتحدث عن إخراج الماء من الأرض. والأرض حدث ربنا تبارك وتعالى بحوالي 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. وانتهى العلماء كل القيم من أين كان ماء الأرض؟ وضعت شروط ونظريات كثيرة، منها نظرية المذنبات. والمذنب عبارة عن جزء صخري صغير تحيطه بكمية هائلة من الجليد ولها بيت من الغبار والتراب والغازات أو ليلات. فقالوا لابد أن هذه المذنبات صارت في الأرض ظهر الجليد سوى مع الأرض. وظل العلماء إلى مطلع القرن الحادي والعشرين يؤمنون بأن أصل ماء الأرض مذنبات. ولكن توفي العلماء في أواخر القرن العشرين بأن أغلب ما يتصاعد بقوام البراكين هو بخار الماء. بعض البراكين نسبة بخار الماء في غازاتها وأطرافها أكثر من 70%. أكثر من 70%. فبحسبة رياضية بسيطة كم قوة بركانية على سطح الأرض؟ وصلنا عن حوالي 1200 قوة بركانية. معدل فورة كل قوة متوسط ما يخرج من هذه القوة من بخار الماء وصلوا نفس الرقم 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. وثبت علميا بأدلة لا تقبل الرفض أن كل ماء الأرض على كثرته، والذي جعل العلماء يسمون الأرض الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق، يؤمنون بأن هذا الماء كله قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. وانظروا إلى نوع التعبير القرآني: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، أخرج من داخل الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها. المرعى عبر القرآن الكريم عنه في ثاني أكسيد الكربون، وهو ثاني أهم غاز يتصاعد وهو البراكين. هذا غاز سام نسبته في الغلاف الذاتي للأرض 3%. الثورة الصناعية طبعا على الرقم قليلا، لكن لا تزال نسبة ضئيلة جدا. ولكن هذه النسبة الضئيلة من هذا الغاز السام جعلها ربنا تبارك وتعالى هي الكلمة الأساسية لبناء سلسلة الطعام على وجه الأرض. النبات الأخضر أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على اختصاص نسبة لثاني أكسيد الكربون من الجو يحللها بأشعة الشمس إلى مكونات هذا الغاز الأساسية، ذرة الكربون يحتفظ بها وذرة الهيدروجين ذرة الأكسجين يصبحهما إلى الجو. ثم يأخذ الماء
من داخل الأرض أو عن طريق الري أو عن طريق رطوبة الجو. ويحلل الماء أيضا نقاط الشمس إلى المكونات الأساسية. ذرة النيتروجين يحتفظ بهما، وذرة الأكسجين يلتقوا إلى الجو لتنفس السكان الحيوان. ثم تتضخم الشمس يربط ذرة الكربون بذرات النيتروجين في سلاسل لا نهائية من كربوهيدرات، كل أنواع السكريات النباتية، أنواع الدهون والسكون والزيوت النباتية، المواد السلولوزية، كثير من المواد البشرية. كل هذا يصنعه ربنا تبارك وتعالى لنا في داخل الورقة الخضراء عن طريق عملية التمثيل الضوئي. وعبر القرآن الكريم عن هذه العملية المعقدة بالمرة، لأن الأدبي على عهد رسول الله لما سمع هذه الآيتين كلمتين قال: والأرض على ذلك لحالها أخرج منها ماء ورحمة. يرى العيون تتفجر من ماء الصخرات، ويرى الأرض تقصر الخضر بعد نزول الماء. ففهم هذه الآيتين الكلمتين فهما بحدود المتاح له في زمانه، وهو مكان صحيح. وهذا من أعظم صور الإعجاز القرآن الكريم، أن الآية القرآنية الكريمة ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وبضاد هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعلومات الإسلامية في تكامل للعبد الفضاء. وليس هذا لغير القرآن الكريم. لذلك نرى في هاتين الآيتين الكريمتين: والأرض بعد ذلك لحالها أخرج منها ماء ومرعاها. وإذا من أول الإعجاز العلمي في كتاب الله لم يكن معروفا بجمع الوحي ولا لفروض طويلة مع جمع الوحي. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة، أن كل ماء الأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، وأن غاز ثاني الكربون الذي يخرج أيضا من فؤاد البراكين، هذا الغاز جعله ربنا تبارك وتعالى اللجنة الأساسية لإنتاج الطعام على وجه الأرض. لذلك نرى في هاتين الآيتين الكريمتين من وجها من أول الإعجاز العلمي يشهد لهذا الكتاب العديد، لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله تعالى. كذلك نسمع أو نقرأ عن الكريم عن إنزال الماء من السماء. يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا. آيات كثيرة تتحدث عن إنزال الماء من السماء، وهاتان قضيتان مختلفتان تماما. قضية إخراج أصل ماء الأرض كله من داخل الأرض، ثم بعد ذلك التحدث عن دورة الماء حول الأرض. هذه دورة الركاب، وأرى تبارك الله أن أغلب الناس فضل الركاب هو مخرج الماء. أغلب ما يتحرك هو مخرج الماء. تخرج الهمم الأورجانية هذه، ويصاحب خروج هذه الهمم كميات هائلة من الغازات. أغلب هذه الغازات تخرج الماء. يرتفع تخرج الماء إلى أعلى، يجد أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لها طبقة باردة يتكثف عندها بخار الماء ويعود إلى الأرض. كل ما يتصاعد هذا البخار البخار بخار الماء، ونجد كل هذا بخار الماء هيأ الله سبحانه وتعالى طبقة باردة في غلاف الأرض يتكثف عندها ويعود إلى الأرض ماء مباركا ماء طهورا. ولولا هذه الدورة حول الأرض لأكل ماء الأرض وفسد. لذلك يتحدث القرآن الكريم عن إنزال الماء من السماء. يقول في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك للحج في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
وسبحان المسخر بين السماء والارض، لا لكن لقوم يعقلون. ونرى طبعا ان ما يؤخره حراره الشمس من اصل البحار والمحيطات ومن اليابسه، من الانهار والبحيرات، من نبح النباتات، من تنفس السمك والحيوان. هذا البخار يصعد الى تحمله الرياح كون الصوت، ثم يوجد الله سبحانه وتعالى رياحا اخرى تلقح هذه الصوت بدون تكلف. هذا المضار بدايات البلد بعض حبوب اللقاح يسموها العلماء لغه التكلف، يكثف عليها هذه الامراض الدقيقه من الماء فينزله ربنا تبارك وتعالى ماء مباركا وماء طهورا. لذلك يقولنا علينا ربنا تبارك وتعالى في هذه الدوره، لان لو بقي ماء الارض على سطح الارض لازمه وفسد. صوره ربنا تبارك وتعالى هذه الدوره باحكام شديد. لذلك يقولنا علينا ربنا تبارك وتعالى في مجال النقص يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسلم أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أجاج يعني شديد الملوحة شديد المرارة غير مقبول الطعم. لو زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو قليلا لنزل الماء حمضيا. لعلكم سمعتوا عن الأكل الري في الدول الصناعية لأن ينزل كل شيء، يعني الماء حامضي ينزل النبات والحيوان والأبنية والخشب والحديد وكل شيء جميعه. لذلك قلنا علينا ربنا تبارك وتعالى أن نحافظ تركيب الغلاف الجازي للأرض بنسب محددة حتى لا يفقد الماء يعني غير سائل للشرب. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسلم أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. كنت في الطائرة في الولايات المتحدة الأمريكية وركب جواري أحد الأمريكيين فتعرفنا وأعطاني بخطه فإذا به من أبرز علماء الماء كنت أعرف اسمه ولا أعرفه فسألته هل توثقتم كيف يبدو أن مقصد نحن نضع بعض الحروف لكن هل هكذا يمكن إنزال المطر قد ما يستطيع أحد أن يؤكد ذلك. من هنا يقولنا علينا ربنا تبارك وتعالى بإنزال هذا الماء. هذا الماء يتم حركته بدقة دائمة يتبخر بسطح الأرض في كل سنة 380,000 كيلومتر مكعب من الماء ويعود للأرض قطرة قطرة ولكن بتوزيع جديد. رب العالمين يبشر لنا من أصل البحار والمحيطات كم ومن أصل اليابسة كم 320,000 كيلومتر مكعب من البحار والمحيطات 60,000 من اليابسة. لكن لما يحكيش ينزل المطر يمر علينا ربنا تبارك وتعالى ب 36,000 كيلومتر مكعب من الزيادة فيوجد على ذلك 96,000 كيلومتر مكعب من الماء ويفتقر ذلك من حصة البحار والمحيطات. فالمطر الذي ينزل على البحار والمحيطات 310,000 ناقص 36 284,000 كيلومتر مكعب من الماء. هذه 36,000 كيلومتر تلعب دورا هاما على سطح الأرض تروي الإنسان والحيوان والنبات ترطب الجو تشق الجبال والسبل تبدل الصخور وتكون التربة تركب المعادن تلعب دور عظيم يختزل الجزء منها في صخور الأرض والباقي يزيد كالبحار والمحيطات. هذه الدورة تشهد لله بطلاق القدرة وبديع الصنعة وبإحكام الخلق لأن من يضبطها غير الله الخالق سبحانه وتعالى. ولقد أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسلم أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما شرب مشهقا من ماء قال الحمد لله الذي أسقاني عذبا جلال حركته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. من ينقض هذه الفتنة الشديدة غير الله سبحانه وتعالى. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الصحابة في صلاة الفجر في طريق عودتهم من صلح الحديبية وأمر السنة فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أتقول ماذا قال ربكم؟ قال الصحابة يعني الله أعلم رسول قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر. قال رسول الله من المؤمن وغير الكافر؟ قال من قال أمطرنا برحمة من الله وفضل
فقد آمن بالله وكفر بالكون. ومن قال انظرنا بنجم كذا أو نجم كذا فقد كفر بالله وآمن بالكون. لذلك لا يجوز أن تسمع هذه القوة العظيمة لغير الله أبدا، لا يطلقها إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في جمع الصحابة: ما من عام بأمطار من عام ولكن الله يصبر، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصبر. فالناس الصحابة قال: يا رسول الله يأتي النهر قنوات متتالية لا يأتي مطر ثم تأتي السيول ينزل مولد، ما معنى ما من عام بأمطار من عام ولكن الله يصبر؟ فمثل ذلك الآن كان يقرر صلى الله عليه وسلم هذا القول، يقول له تتوقع عليه ما من عام بأمطر من عام وما من عام بأقل مطر من عام ولكن الله يصبر. نفهم الآن أن دورة الماء حول الأرض دورة ثابتة يتبخر من سطح الأرض، يعني كل الكرة الأرضية تحاول تفضل ينشأ كم ذلك من التسمية والانحراف من المغرب لا يتغير ويعود خطوة ولكن يعيد ربنا تبارك وتعالى توسيعه بعلمه وحكمته وقدرته. لذلك قال: ما من عام بأمطار من عام ولكن الله يصبر، أو لكن الله يصبر. يتبخر الماء من هذه البقعة يرتفع إلى أعلى يخبره بأهمية يكون الشخص يرسل الله رياحه أخرى تحمل أبعاد المضاد تلقح هذه الشخص يتكثف عليها الماء وينزل مطرا، لكن أين ينزل؟ في مكان آخر ليس المكان الذي يعني تبخر منه على الأخبار. ولذلك أقول كل محاولات استنطاق السماء ما يسمى المطر الصناعي أو استنطاق السماء كلها لم يستطع الذين قاموا بها أن يتحكموا في أماكن نزولها أبدا. وقد ينجح في مساعدة الشعوب على التكاثر لكنه لا يتحكم أين ينزل هذا الماء، ولذلك نؤمن أن الماء له رزق ورزق من الله، وهذا الرزق لا يتحكم فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ربكم أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. هذا الماء كما يكون نعمة قد يكون نعمة، ونحن سمعنا ورأينا المدن بأكملها نغرق الماء، يعني أمريكا الجنوبية سنويا دخل فيها قرى بمختلفة تتسع من الماء، الفلبين قرى بمختلفة يتسحب مصر. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى أنه أنزل ماء السماء بقدر، وهذا جزء منه في صور الأرض، فيقول: أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. ومن عجيب صنع الله سبحانه وتعالى أننا نجد صخور الأرض تتفاوت في مسميتها وفي مسابيتها، ونرى هذه الصخور تتناسب مع صخور أخرى مصطفى غير مسامية غير مفيدة، فكأن الله يجعل لنا خزانات طبيعية في هذا الماء، كل ما ينزل ماء فقط يغذي هذه الخزانات. فقال: أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. نرى تباين الصخور في درجة مساميتها. هذه الصخور الصفراء صخور عالية في المسامية، عالية في النسبية، تحت الكم هائل من الماء. نحن نعلم أن 97.5% من ماء خلط البحار والبحار الذي يجب على يبيل 2.5% فقط، وغالبية هذا الماء يعني خزنه ربنا تبارك وتعالى في صخور الأرض. يقول رب العالمين: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبت به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك تكون. والقرآن الكريم بشكل دائما عملية البعث وعملية الإنتاج، وقد تأتي الفرصة إن شاء الله أخرى أشرح لكم يعني ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. كلام يوسف يقول: أرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. لواقع هنا ليس تلقيح النبات كما قال يعني بعض الناس، لا، هي تلقيح الصحف في نوع التكثف هذه.
برضه وما انتم له بخازنين، يعني الله سبحانه وتعالى يمن علينا لانه هو الذي هيئ مختلف طبقات الارض حتى يكون باطلا قادرا على حمل الجنة. يقول وهو الذي اظهر الرياح ويشرب في هذه الرحمه وهذا الذي يسلم بما انه بروحه الذي يبدل الخير ونصيحه كما خلقنا من عام وعشرة كثيرا. طبعا المسائل العلميه الان ان عن طبيعه وضعها وذلك تصف قال فإنه الله وأنه ما هو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمتلك ما في السماء وهو إنه لا يعبر بربه. أنا أتصور أن يجب أن أذكر قضية واحدة نرى هنا كيف نتبين مسافية ونسافية وطبقات الأرضية حتى يجعل ربنا تبارك على أرض أكابر من الماء وهو يصفى هذا ذلك الرجل. يعني طبعا يصلها قاعدة الألم ولم يحمي الماء وأن خبر لنا غير الله الخالق بعض هذا الماء محفوظ عبر عشرات الآلاف من السنين ولكنه يعني حب الله بالقدرة لله سبحانه وتعالى. نرى من الأمور عليكم أصبح ماء أولا فمن يحسنه بالله معين فمن صلى الله عليه وسلم أن نقول دائما الله رب العالمين. أنا عندي طبعا قرعة من 100 آية في الماء وعندي ابن وفائل عظيم سأحاول أن أعرض عليكم بسرعة لأن لم قضية هذا طبعا فقد ماء بسورة البلاد لأن شيء ليس يكون طبعا أقول لكم يعني بعض الأسئلة يشرح لكم هذه الآية الكريمة لكن أنا عندي آية عجيبة الشكل يقصد فيها رجل بالبحر المسجود واندهش العلماء يعني كيف يمكن البحر أن يكون مسجودا. الماء والماء من الأرض الماء تطلق النيران والنيران تباشر الماء كيف يمكن للبحر أن يكون مسجودا. فجرة تطلق اللغة يعني أول على الحق وطبعا ما كان العقل أيضا هذه العقل البشري يتقصد ذلك أن البحر يمكن أن يكون مسجودا. يعني الماء والماء من الأرض الماء تطلق النيران والنيران تباشر الماء كيف يمكن أن يكون البحر مسجودا. بعد الحرب العالمية الثانية بدأ العلماء في الاعتراض بحرب المحيطات فقولوا بأن جميع محيطات الأرض وعادات لحالها قائمة على اختراعات مسجلة تفجيرا حقيقية للنيران. ومما يثني للعلماء أن المتوسط ممكن يحدث المحيطات 4 كيلومترات. بعض المحيطات كالمحيط الهادي يزيد فيها العمق 12 كيلومتر والماء يغطي إلى الفرقة مساحة من الأرض. هذا الماء على كثرته لا يستطيع أن يجرب هذه النيران وهذه النيران على شدتها لا تستطيع من الماء الكامل. هذه صورة قاعة مصيبة حتى تغرق يعني تتراوح عمقه من 65 كيلومتر و150 كيلومتر ترتفع الصغار هذه الصخور القصيرة بملايين الأمتار. يعني تؤخر الماء يرتفع الماء إلى أعلى إلى الماء بارد الذي يبدأ يعود يضفي على جدوى هذه الصخرة قريبة تنبحث الواقع الجميل وتطلع بينومة هذه الظاهرة من أكثر ظواهر الأرض إبقارا لعلماء اليوم. هذا فكر وثالث لم أخذه أنا الدولة الأمريكية يؤكد على هذه الحقيقة أن جميع محيطات الأرض وعادات البحار قائمة على اقتحام مسجلة تسجيرا حقيقيا بالنيران. لا النار على شدتها 1000 درجة مئوية أو يزيد تستطيع أن تبشر هذا الماء بالكامل ولا هذا الماء على كثرته يستطيع أن يصل إلى هذه النيران. وبقاء هذه الظاهرة آية من آيات الله لأن الماء يتبرد مع العمق بعكس اليابسة. اليابسة ترتفع فيها درجة الحرارة مع العمق درجة مئوية من الزيت. البحار لا تنقض فيها الحرارة. فربنا عليه برحمته جعل فورة البراكين في قيعان المحيطات وأعداد البحار في البحر الأحمر وسيلة من وسائل تدفئة الماء لهذه الحياة. ولذلك بحثهم أن الحياة تزدهر حول هذه البراكين. انظروا إلى عمق ثورة بركانية في قاع المحيط تفوق شدتها أي ثورة بركانية على اليابسة. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى
وهو غني عن حسب العلاج بالبحر المسجور، فقال البحر المسجور. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يركب بحرا إلا حاج أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحرا. ويأتي العلم في خدمة من خلاله ليؤكد على هذه الحقيقة. ونحن نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة. من علمه ذلك غير الله قال سبحانه وتعالى؟ من كان يفعله في زمانه أن يخوض في أمر الغيبي كهذا لولا أن الله تعالى جعل في علمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة المبهرة للغاية، فيكون في هذا القسم هو البحر المسجور آية من آيات الله الكونية التي تشهد بالقرآن الكريم لأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وتشهد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. هذا ما يكفي. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.